يا صباح الخير. الساعة 6 وعلى جميع الناس المهم يعني صحيت من النوم وبدأ يومي الساعة 6:30. بصوا كده بره الجو عامل ازاي مع أول ضوء للشمس، الدنيا جميلة وحلوة قوي ازاي. المهم رحت خرجت بره وصليت الصبح، وبعد كده رحت أسقي الزرع اللي عندي، أصله مش عارف ليه شكله كده كأنه بيموت، مع إني الصراحة بسقيه كل يوم، يعني يا رب ما يموتش. وبعدها سبت الزرع ورحت بعد كده لحاجات العناية بالبشرة والشعر والأدوية، وأخدت بقى الكريم بتاع حبوب البشرة، وكمان خدت الأوميجا 3 والفيتامين بتاعي، وخدت بقى العطر بالمرة عشان الريحة بتاعتنا تبقى حلوة ونبقى مفرفشين على الصبح. رحت بعد كده بقى على الحمام وحطيت الكريم على وشي وغسلت أسناني. بعد كده رحت أفطر في المطبخ، عملت بيضة وحطيت عليها ملح وفلفل، وبعد كده حطيتها على النار، وعقبال ما البيض يستوي حطيت العيش يتسخن ومية تغلي، لاني معرفش الصراحة صحيت بقى وزوري كان واجعني فقلت اعمل حاجة سخنة. حطيت شاي وسكر وصبيت عليهم المية وحشيت السندوتشات واخدت الفطار على السفرة، وده هو فطارنا النهاردة. وبعد ما خلصت اكل رحت ارتب سريري لاني مرتبتوش، وبعد كده رحت ارتب الاستوديو بتاعي، في حاجات اتكسرت بس ما علينا. اخدت نظرة كده على الفيجن بورد بتاعتي ودونت يومياتي وكتبت مهامي اليومية اللي منها تصوير الفيديو اللي انت بتتفرج عليه. بعد كده رحت تابعت لوحة التقدم بتاعتي، هدفنا نوصل 1000 مشترك قبل نص السنة، فانتم قدها، انا واثق فيكم وعارف انكم هتعملوها قبل ما السنة تخلص. بعد كده رحت قريت صفحتين في القرآن عشان من بعد كده ريحت شوية. في النهاية حابب اوضح حاجة بسيطة جدا، وهي رسالتي من الفيديو دوت اللي انت لو استفدت منها يبقى انا كده طلعت من الفيديو دوت موصل لك الرسالة اللي انا حابب اوصلها لك صح. والرسالة ببساطة جدا هي ان مفيش حد يومه حياته سلسة بالشكل دوت، في طلعات وفي نزلات، في ابس وفي داونز. مفيش حد بيصحى من بدري ويعمل كل حاجة في يومه ويظبط حاجته وكده. وطبعا اي حد بيتفرج على الفيديو دوت فاهم كويس ان الفيديو اللي انت لسه متفرج عليه ده عبارة عن مونتاج، عبارة عن اديت. انا واخد كل الحتت اللي انا مصورها في الحاجات اللي انا عملتها ومجمعهم مع بعض وعاملهم في اديت بحيث ان يطلع الشكل المثالي او الشكل النهائي، لكن ما حدش فينا حياته عباره عن لقطات متركبه او عباره عن اديت. اعرف ان الفيديو دوت كان مجرد، يعني انا مثلا حابب الروتين بتاعي يبقى كده، او انا بحاول اعمله كده، او انا مثلا انا حبيت اعمل حاجه النهارده فقمت عملتها. لكن ده طبعا مش معناها ان في حاجات كتير فشلت، في حاجات كتير ما عملتهاش صح، في حاجات ما جاتش من اول مره بس الايديت باين لك انها جت من اول مره. ده مش معناها ان الحياه خلاص بقى ما دام كده كده الحياه بايظه، وان هو انا في كده كده حاجات كتير وحشه ممكن تحصل يبقى خلاص بقى انا ما عملتش اي حاجه. لا، حاول خلي عندك روتين صباحي. انا الروتين اللي انا وريته لك في الفيديو دوت هو ملخص السبع دقايق للحاجات اللي انا كنت حابب اعملها، او الحاجات اللي انا حابب ان انا اعملها لما اصحى. مش كلها بعملها، ايام بصحى افطر، ايام لا، ايام كتير قوي ما بفطرش اصلا وهحاول احل المشكله دي. مش كل يوم بنظم اوضتي، مش كل يوم بعمل الحاجات اللي انا عملتها جوه الفيديو، ولكن الواحد بيحاول، ويعني ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا ان احنا نلتزم بروتين صباحي في اي وقت ومهما كانت الظروف. وبس كده، اتمنى يكون عجبك الفيديو واستفدت من اللي احنا عملناه، في نفس الوقت استمتعت بيه. اتمنى انت كمان تعمل لايك وسبسكرايب، تعمل لايك، تعمل كومنت تقول لي عجبك المحتوى ده ولا لا، عشان لو عجبك نقدم زيه تاني، وهكذا يعني. بس كده، وهقول لك دلوقتي وبس كده للنهارده. شكرا وسلام.